كان شيكي مجرد شاب متمرد اترفض من مدرسته وعايش حياته بالطول والعرض، ما يعرفش إن القدر شايل له سر مهول. فجأة يظهر شخص غامض يهاجمه ويقتل أبوه، وفي اللحظة دي تنكشف الحقيقة المرة. من قديم الزمان كان في جنس من الكائنات اسمهم الأوني عايشين في بلاد اليابان، بيحرقوا الأخضر واليابس ومفيش حد قادر يقف في وشهم، لحد ما ظهر فارس شجاع اسمه موموتارو. اعتبروا البشر المنقذ ليهم. موموتارو هجم على حصون الأوني وذبح منهم الآلاف، لكن دي كانت مجرد شرارة لحرب طويلة ومستمرة بين سلالة موموتارو والأوني مخلصتش لحد يومنا ده. وسط كل الأساطير دي شيكي ما كانش يعرف إن مصيره مربوط بحكايات زمان. كان قاعد بينظف مجموعة الأسلحة بتاعته وبيدردش مع صاحبه في التليفون وبيضحك بلا مبالاة إنه اترفد من مدرسته بعد خناقة كبيرة، وقال إنه مش فارق معاه لأنه زهق من وشوش زمايله الكئيبة. فجأة يدخل أبوه بالتبني سويوشي ويديله خبطة وهو بيزعق ويطالبه بتفسير للي حصل. شيكي يرد ببرود ويطلب منه يسيبه في حاله، ولما سويوشي يحاول يضربه تاني شيكي يتفادى الضربة ببراعة. سويوشي يسأله بغضب عن كمية الأسلحة دي ويقول له إنهم فاتحين محل عصير مش مخزن سلاح، فيرد شيكي بسخرية إن المحل أصلا بيقفل لأن الزباين هربت منه. الكلام يحرق دم سيوشي اللي يسخر من ابنه وغروره بعد ما اترفض، وهنا شيكي يرمي كلمة قاسية ويقول له إن عمره ما هيبقى فاشل زيه، وإنه مرتاح لأن مفيش صلة دم بتجمعهم. الكلمة وجعت قلب الراجل العجوز، فسابه ونزل يشوف شغله. بعد ما جات له مكالمة خرج تسويوشي يوصل طلبية، وشيكي قعد يتمنى لو كان حد غني هو اللي اتبناه. وهو بيجرب يصوب بسلاحه هزة عنيفة وانفجار بره البيت خلوه يتفزع. خرج يشوف فيه ايه، لقى ضباب كثيف مغطي المكان، وفجأة تطلع منه سحابة سودة غريبة تسحبه من رجله وتجره للشارع. وهو بيحاول يفهم ايه اللي بيحصل يظهر قدامه راجل عجوز مخيف لابس أبيض ومستعد يهجم عليه، لكن في اللحظة دي يظهر تسيوشي بعربيته ويخبط المهاجم بكل قوته ويصرخ في شيكي انه يركب بسرعة عشان يهربوا من البلد كلها. شيكي ما كانش مستوعب ازاي ابوه قتل روح بدم بارد، لكن تسيوشي قال له ان الراجل ده لسه عايش وانهم لازم يختفوا فورا، وبنبرة كلها رعب قال له اسمعني يا شيكي، مفيش وقت، انت من نسل الأوني واللي هجم عليك ده من سلالة ماموتارو. شيكي افتكر ابوه بيخرف، لكن فجأة تخترق نصال من الدخان الأسود سقف العربية. الضباب غطى الإزاز تماما وعماهم، فاضطر تسويوشي يوقف العربية قدام مخزن مهجور ويطلب من شيكي يستخبى، وفجأة تنفجر العربية ويختفي شيكي في وسط الدخان. تسويوشي لمح أثر للدخان الأسود داخل المخزن وعارف إن ابنه اتخطف. جوه المخزن شيكي لقى نفسه محبوس في شبكة عملاقة من الضباب الأسود، وقدامه شخص مرعب اسمه سامي داري اللي قالوا إن الدم اللي في عروقه ده دم آفة لازم تتم إبادتها، وإن دي مهمة وكالة ماموتارو. دخل تسيوشي المخزن وأكد لشيكي إن أسطورة ماموتارو حقيقية، وإن الحرب بين السلالتين بقالها آلاف السنين، لحد ما نسل ماموتارو عملوا وكالة وحصروا الأوني اللي اضطروا يستخبوا وسط البشر عشان يعيشوا. قبل ما شيكي يستوعب ساميداري طلع سيفين من الضباب الأسود، وفي المقابل تسيوشي أظهر نفس القدرة المرعبة وبدأت المعركة. الاثنين اندفعوا ناحية بعض وسيوفهم اصطدمت بقوة هزت أركان المكان وطلعت موجة صادمة زلزلت الأرض تحت رجليهم. بشكل ما يقدر تسيوشي يصد هجوم ساميداري ويرجعه لورا، لكن التاني يسخر منه ويقول له إن قوته ما بقتش زي زمان. ساميداري يوضح إن الضباب الأسود ده قدرة فريدة ما بيملكهاش غير نسل موموتارو، وإن تسيوشي زمان كان أستاذه في وكالة موموتارو. الصدمة تلجم شيكي لما يعرف إن أبوه واحد من نسل موموتارو، لكن تسيوشي يرد بجمود إنه نسي الماضي ده تماما. تبدأ معركة طاحنة بين الاتنين، القوة فيها متساوية والضربات بتهز المكان، وشيكي واقف مذهول من جنون اللي بيشوفه. ساميداري يزعق في تسيوشي وهو بيحاربه، ليه بتحمي وحش ما بيعرفش غير الدمار؟ تسيوشي يسكته بضربة قوية، لكن ساميداري كان أسرع مما يتخيل، يتفادى الضربة وينزل فيه بسلسلة ضربات خاطفة تنهك تسيوشي وتوقعه غرقان في دمه وفاقد الوعي. شيكي ينهار لما يشوف أبوه بينزف ويصرخ في ساميداري ويتوعده بالقتل، لكن ساميداري ببرود يقول له إنه هيلحقه بأبوه في العالم التاني حالا. في اللحظة دي تسيوشي المتصاب يمسك رجل ساميداري، ولما يسأله الأخير ليه بتموت نفسك عشان أوني، يرد تسيوشي مش محتاج سبب عشان أحمي ابني، شيكي ما أذاش حد ومن الظلم تقتله بس عشان دمه فيه أوني. ساميداري يرفع سيفه من الضباب الأسود عشان ينهي حياة تسيوشي، وهنا الغضب اللي بيغلي جوه شيكي يوصل لمنتهاه، عينيه تتحول للون الأحمر الدموي ويقسم إنه هيقتل اللي بيحاول يأذي أبوه. في لحظة مهيبة تنفجر قواه الكامنة، يبدأ ينزف من كل مسام وشه وتطلع قرون الأوني من رأسه. يصرخ شيكي بصرخة ترعب القلوب،
ولما سميدار يلتفت يتفاجئ إن شيكي فك قيود الشبكة، وفجأة تظهر بنادق ومسدسات متكونة من الدم حوالين وشه. بسرعة خيالية سميدار يصد الرصاص، لكن شيكي كان اختفى من مكانه، وهو بيدور عليه يلمح دم بينقط من سقف المخزن، ويلاقي شيكي متعلق فوق زي الخفاش المجنون. سميدار يدرك إن شيكي مش بس صح قواه، ده بقى يتحكم في دمه ويحوله لسلاح، ودي أرعب حاجة في الأوني. يندفع شيكي زي الإعصار، يكتسح سميداري بضربات تهد الجبال. سميداري يحاول يسيطر ويقطع إيد شيكي، لكن الشاب يرتد لورا، وفي لمحة عين إيده تنبت من جديد. يصرخ شيكي بجنون، والعرق يبدأ ينشف في عروق سميداري لما عارف إن الليلة دي مش هتعدي على خير. شيكي يجسد قوته في صورة ترسانة أسلحة نارية من الدم، وسميداري يضطر يستخدم كل سرعته عشان يصد وابل الرصاص. وفجأة شيكي يطلق عليه صاروخ ضخم. بغريزة البقاء سميداري يتفادى الصاروخ بأعجوبة وينفجر وراه، ويلاقي نفسه بيجري قدام هجوم شيكي الوحشي. بيحاول يرمي سيفه عشان يخلص المهمة، لكن شيكي يوصله في ثواني ويديله ركلة تطيره بعيد. سميدار يقع مستنزف ومصاب، وشيكي يدوس على وشه ويفرغ فيه كمية رصاص كأنها كتيبة جيش كاملة. بأعجوبة سميدار يهرب بجلده وهو متقطع من الإصابات، ويقعد يشتم في شيكي، لكن فجأة شيكي ينهار وأسلحة الدم تتكسر، ويرجع لشكله البشري. يبص لإيديه المتلطخة بالدم وعقله يطير من اللي حصل، وسميدار يعرف إن دي صدمة أول تحول للأوني. وبآخر ذرة قوة عنده سميداري يجهز سيف الضباب عشان يغدر بشيكي، لكن في اللحظة الحاسمة سويوشي يرمي جسمه قدام السيف ويضحي بنفسه عشان ينقذ بابنه. سميداري يسأله بذهول: إزاي تضحي بحياتك عشان وحش؟ تسويوشي يبتسم وهو بيفتكر شيكي لما كان طفل بريء، ويقول لصاحبه القديم: ما كنتش تجربة وحشة إني أعيش كأب سعيد حتى لو لفترة قصيرة. صوت الناس يتجمع بره بعد الانفجارات ويطلبوا المطافي، فيقرر سميداري ينسحب حالا، يتحول لضباب أسود ويختفي، ويسيب تسويوشي بينفذ أنفاسه الأخيرة وشيكي المنهار جنبه. شيكي بيصرخ في أبوه إنه هيطلب الإسعاف، لكن الأب يمسك إيده ويطلب منه يهدى، لأن دي خلاص النهاية. في سكرات الموت ما كانش للراجل العجوز غير أمنية واحدة: إنه يتكلم مع ابنه لآخر مرة. سويوشي قاله بصوت واهن إنه مخبي عنه حقيقة نسله عشان يحميه من المصير المظلم اللي بيطارد الأوني، لكن دلوقتي مفيش قدامه غير إنه يطلب من شيكي إنه يبقى قوي، قوي لدرجة تخليه يهزم وكالة موموتارو والأوني مع بعض عشان يعيش حر وسعيد. شيكي صرخ فيه بجنون وقال له يسكت، لسه الكلام مخلصش، وحاول يشيله لبره وهو بيوعده إنه هيعالجه وهيتكلموا تاني. لكن سيوشي ابتسم له بسلام وأسلم الروح. لما وقع جسد الأب على الأرض شيكي عقله طار، فضل يحاول يصحيه وهو مش مصدق، وبعدها انفجر في عياط هستيري ملهوش نهاية. وفجأة ظهر راجل لابس باتيناج، وبمجرد ما شيكي لف عشان يشوفه الراجل ده خبطه خبطة واحدة على راسه أفقدته الوعي، وخد جثته وغاب في عتمة الليل لمكان ما بيعرفوش غير اللي من فصيلته. وهو غايب عن الدنيا شيكي حلم بأيام زمان، باللحظات السعيدة وهو بيلعب في الجنينة تحت عين والده الحنينة، لكن الحلم فجأة قلب بكابوس أسود، وشاف تسيوشي وهو بيموت على إيد ساميداري. صحي شيكي مفزوع ولقى نفسه في وش ساميداري وعينيه غرقانة دم، لكن لما استوعب اللي حواليه لقى نفسه مربوط بكرسي في صالة واسعة وفاضية وبقه متكمم. وراه كان الراجل بتاع الباتيناج بيعمل ضغط بإيد واحدة وهو ساند على شمسية. وأول ما شاف شيكي فاق وقف ببرود وقدم نفسه: اسمه نايتو وهو أوني زيه، وطلع قرونه عشان يثبت كلامه. شيكي كان تايه ومش قادر يركز في كلام نايتو اللي رفض يقوله هم فين، لكنه طمنه إن جثة والده محفوظة في مكان آمن، وإنه جابه هنا عشان يقيمه ويشوف مهاراته. نايتو بدأ يشرح لشيكي بأسلوبه الغريب والسريع حقيقة وكالة موموتارو اللي بتصطاد الأوني باستخدام الضباب الأسود، وقال إن الأوني كمان عملوا وكالة خاصة بيهم عشان يحاربوا المصير ده. مهمة نايتو هي إنه يلاقي الأوني اللي لسه واعيين زي شيكي ويشوف لو يستحقوا ينضموا ليهم. شال نايتو الكمامة من على بق شيكي عشان يبدأ الانترفيو، وفورا شيكي بدأ يصرخ ويشتمه ويهدده بالقتل لو لمس جثة أبوه. نايتو ببرود نقص منه نقطة في تقييمه اللي هو أصلا 0، وقالوا إنه غبي لأنه مش فاهم معنى كلامه إن الجثة في مكان آمن. شيكي ما كانش طايق النظرات الغامضة دي وقالوا إنه مش واثق فيه، ونايتو كان مستني منه الرد ده. لما لقى نايتو إن الطرق العادية مش نافعة مع المجنون ده قرر يستخدم طريقة قاسية في التقييم. قلع الكرافتة بتاعته، وقبل ما شيكي يفهم إيه اللي بيحصل نايتو لفها حوالين رقبته وبدأ يخنقه بكل قوته. شيكي بدأ يرفس وهو بيقطع النفس،
ونايتو قاله بجمود: حقيقة الكائن بتظهر لما يقرب من الموت، وده اللي عايز أشوفه. شيكي قاوم بكل ما أوتي من قوة لدرجة إن الدم بدأ يسيل من وشه لحد ما فقد الوعي. نايتو حس بخيبة أمل في البداية، لكن الدم اللي نزفه شيكي بدأ يتحرك بقوة غامضة، تحول لأشواط حادة هجمت نايتو اللي تفاداها ببراعة. لقى نايتو مدفع رشاش مصنوع من الدم متوجه لراسه، ووراه شيكي في حالة جنون وهيجان كاملة. شيكي فتح النار بغل، لكن نايتو حمى نفسه بشمسيته بعد ما غطاها بدمه الخاص. نايتو نقص من شيكي 100 نقطة تانية لأنه لسه مش عارف يتحكم في دمه، وقرر يعلمه الدرس الحقيقي، رغم إن شيكي مش هيفتكر أي حاجة بعد ما حالة الهيجان دي تخلص. شيكي اندفع ناحيته زي الوحش الكاسر، لكن نايتو كان مستعد لكل شيء. بعد دقايق قليلة استرد شيكي وعيه وهو مرمي على الأرض، مهزوم ومكسور، مش فاهم إيه اللي حصل بالظبط. بص لإيديه المتلطخة بالدم واتملى رعب لما أدرك إنه فقد السيطرة على نفسه تاني. نايتو قعد فوقيه بكل برود وقال له إن طبيعي ذاكرته تكون ممسوحة، لأن الأوني لما بيدخل في حالة الهيجان بيفقد عقله تماما. الصالة حواليهم كانت عبارة عن حطام بسبب المعركة اللي دارت، وشيكي زعق في نايتو وقال له بلاش تديني دروس وانت كمان بتستخدم دمك كأنه سلاح. قال له إنه عمره ما بيفقد السيطرة، لأنه ببساطة بيتحكم في قوته، وأعلن بجمود إن مفيش كلام تاني يتقال، لأن شيكي غير لائق للانضمام ده وكالة الأوني. شيكي رغم تيهو أدرك حقيقة واحدة: نايتو ده قوي بشكل مرعب. قرر يبلع كبريائه وترجى نايتو إنه يقبله تابع ليه، لأنه عايز يبقى قوي عشان ياخد بطار أبوه. نايتو رفض الطلب فورا بقلب ميت، وقال له إن اللي زيه اللي مش بيشغل عقله وهو بيحارب بيكون أول واحد يموت في المعركة الحقيقية. وصفه بالعار اللي لا عارف يحكم عقله ولا يسيطر على قوته. شيكي عصر نفسه عشان يكتم غضبه، وهنا قرر نايتو إنه يتخلص من شيكي، لأن الأوني الهائج خطر على الكل. استخدم ختله الخاص وجرح صباعه، وسال خيط من الدم حوله لشمسية. في اللحظة دي شيكي جات له فكرة يغير بيها رأي نايتو. جري بعيد عن مدى هجومه، وبعدين اندفع ناحيته وهو بيحك قبضة ايده في الأرض لحد ما نزفت. نايتو بسرعة حول شمسيته لدرع شوكي عشان يصد أي هجوم قريب، وحسب كل الحركات اللي ممكن شيكي يعملها. شيكي نط في الهواء، وده كان متوقع، لكن المفاجأة إنه استخدم الأشواك عشان ينط للجنب ويوجه مسدس من الدم لوش نايتو مباشرة. شيكي ركز كل كيانه في المسدس ده وأطلق طلقة جبارة رد فعلها طياره لورا. افتكر إنه أخيرا قدر يصيب نايتو، لكن الحقيقة كانت عكس كده. نايتو صد طلقة الدم بصباعه وفتفتها، ورفض يديله أي كريدت على الهجمة، لأنه اعتبر إنه استسلم لنص حالة الهيجان عشان يقدر يضربها. لما بدأ إن شيكي هيفقد عقله تاني، نايتو قرر ينهي أمره بحركته القاضية. حدث نفسه في قفص حماية واستدعى رماة أسهم من دمه مستعدين يضربوا بإشارة منه، لكنه فجأة لغى الحركة لما لاحظ إن شيكي بيصارع غريزة الهيجان جواه وبيحاول يروض قوته. شيكي كان فخور بنفسه، لكنه وقع على الأرض من التعب بعد ما استنزف كل طاقته. نايتو ما كانش مصدق، مش بس شيكي سيطر على قوته، ده كمان كبح حالة الهيجان، ودي حاجة مش أي حد يعملها. سأله بذهول: عملت كده ازاي؟ شيكي رد بغرور: اقبلني تابع ليك وانا اقول لك السر. نايتو قال له انه هيفكر، وشيكي اعتبر ده موافقة. حكى شيكي انه لما شاف نايتو بيجرح صباعه ويشكل سلاحه قرر يقلده بالظبط، بما انهم من نفس الفصيلة، وفعلا نجحت اللعبة. فضل يخلي دراعه ينزف وهو بيصرخ في الدم جوه عقله انه يتحول لسلاح. نايتو في سره كان شايف ان الكلام ده هجس وما بيحصلش كده ابدا، لان المراهقين اللي زيه مشاعرهم بتتحكم فيهم وصعب يسيطروا على دمهم عكس الناس العاقلة اللي زيه. لكنه أدرك إن شيكي مش بيسمع للعقل ولا حتى بيسيب الهيجان يسيطر عليه. هو بيستخدم غريزته الخام وقوته الغاشمة عشان يجبر دمه يطيعه. طريقة بدائية وعنيفة، لكنها بتدي صاحبها قوة انفجارية مذهلة. وهو بيفكر هيعمل إيه مع الحالة الغريبة دي، شيكي فكره إنه محتاج القوة دي عشان ينتقم من اللي قتل أبوه، ووعده إنه هيكون مفيد ليه لو علمه كل حاجة. لكن نايتو رجع لبروده وحول شمسيته لرمح، وقال له إن الناس اللي زيه خطر على المجتمع، لأنه ما كانش عارف هو بيعمل إيه، وكل اللي عمله كان مجرد قمار بحياته. قال نايتو إنه ما بيقبلش أتباع عنده، ورفع رمحه كأنه هيطعن شيكي، لكنه ضرب الأرض جنب راسه بالظبط، وقال له بجمود: مش هقبلك تابع، هقبلك تلميذ عندي. وشيكي ما كانش فاهم الفرق ومفتكر إن الاتنين واحد. نايتو كمل كلامه إن شيكي نجح في الاختبار بالعافية، بس هيديله فرصة يثبت جدارته. عشان شيكي ما كانش مستوعب أي حاجة، قرر نايتو يبدأ معاه من البدايات خالص. قال له إنهم دلوقتي على جزيرة اسمها عتبة الجحيم، واللي كانت زمان معروفة باسم أونيجاشيما، المكان اللي حصلت فيه المذبحة اللي عملها موموتارو الأصلي ضد الأوني، بس دلوقتي بقت الملاذ الآمن اللي بيعيشوا فيه.
وفي قلب الجزيرة دي موجودة راسيتسو أكاديمي، وهي مدرسة عسكرية هدفها تدريب الأوني على فنون القتال عشان يقدروا يواجهوا وكالة موموتارو. شيكي اتفزع لما عرف إنه على جزيرة معزولة، بس نايتو خبطه في وشه وقال له إن ده مش المهم إن راسيتسو أكاديمي هتعلمه كل حاجة، من التعليم العام للتحكم في دم الأوني لتقنيات القتال وتاريخ الصراع الطويل بين الطرفين. نايتو طلع هو مدرس الفصل بتاعه وقعد يشرح نظام المدرسة، بس الكلام كان أكبر من قدرة استيعاب شيكي اللي عقل على قده. شيكي ما كانش مهتم بكل ده، كل اللي كان شغله هو سؤال واحد: هل هبقى قوي لدرجة إني آخد طار أبويا؟ نايتو ما ادالوش وعد قاطع، بس قالوا لو ما كنتش قوي كفاية لمواجهة وكالة ماموتارو هتترفد من المدرسة. بدأ شيكي يلبس لبس المدرسة وهو متحمس لتجربة جديدة، بس نايتو حذره إن في غيره نجحوا في الاختبارات السنة دي وإنه غالبا الأقل مهارة فيهم كلهم. شيكي افتكر أبوه وسأل نايتو عن جثته، فرد عليه إنهم حافظينها في المشرحة عشان شيكي هو اللي يشرف على الجنازة بنفسه حسب معتقداته. شيكي غرق في الحزن، بس نايتو قال له إن الندب وتضييع الوقت في الكآبة مش هيفيده، ولازم يركز بس في إنه يبقى قوي عشان ينتقم. شيكي قال له انت شكلك راجل طيب في الاخر. الكلمة دي كسفت نايتو اللي انطلق بسرعة رهيبة وقال له لو ما وصلتش الفصل قبلي هتترفد. شيكي جري وراه وحاول يلحقه وهو بيفكر ازاي يدخل الفصل دخلة هيبة تخلي الكل يعمل له حساب، بس نايتو فاجئه وركله ركلة طيرته من باب الفصل. شيكي حس ان هيبته راحت في الارض بسبب الدخلة دي، وطلب من ولد لابس قناع اسمه جين منديل عشان ينشف دم مناخيره. طلع جين ده شخص غامض وتقيل اكتر من المدرس نفسه، وقالوا ما يتكلمش معاه تاني. شيكي اتغاظ وبدأ يستفزه ويسأله ليه قرونه لسه ما ظهرتش. جين طلع قرونه ببرود وقالوا إن المبتدئين الأغبياء هم بس اللي بيفضلوا يتباهوا بقرونهم طول الوقت. الكلام ده ضايق ولد تاني اسمه إيكاري، لأن قرونه هو كمان لسه ظاهرة ومش عارف يخفيها. الأجواء في الفصل بدأت تشحن وشيكي كان هيشتبك مع جين، بس فجأة ظهر نايتو وراهم، وفي لمح البصر لقى شيكي نفسه قاعد في ديسكو جنب جين من غير ما يعرف ده حصل امتى. نايتو ما كانش عنده وقت يضيعه في مناهدة الطلاب، وقال لهم إن أول درس ليهم هيكون لعبة استغماية. خدهم للغابة وقال لهم قدامكم ساعة واحدة ترجعوا فيها للمدرسة من غير ما أقفشكم، واللي مش هيرجع في الوقت المحدد هيترفض. شيكي اعترض، بس نايتو مسكتوش وقال لهم إنهم يقدروا يستخدموا قدراتهم براحتهم، وهو مش هيستخدم قوته إلا لو حد فقد السيطرة ودخل في حالة الهيجان. جين قال له بثقة إنه ممكن يتقتل لو ما استخدمش قوته، ونايتو ما كانش عنده مشكلة في ده، بل قال له إن اللي يقدر يقتله هيتخرج فوراً وينضم لأي فرقة يختارها عشان يحارب وكالة موموتارو. نايتو قال لهم إن المدرسة دي عشان تجهزهم لمواجهة تحديات الحياة الحقيقية وهيمتحنهم في كل خطوة. سألهم لو مستعدين. شيكي رد بحماس إنه هيدوز في الاختبار وهينجح بتفوق، وهنا نايتو كشف عن قاعدة أخيرة. طلع كورتين صغيرين وقال لهم إن لازم يكون معاهم كورة وهم راجعين للأكاديمية عشان ينجحوا في الاختبار ده، وفجأة رماهم في المنطقة المحظورة. الطلاب افتكروا إنهم هيضطروا يحاربوا بعض عشان مفيش غير كورتين بس، لكن نايتو صدمهم وقال لهم إنهم هيتقسموا الفرق. اتقسمت الفرق، فكان شيكي في الفريق الأول مع الغامض جين والبنت الرقيقة أوماري اللي شعرها وردي وبتبان مهزوزة وخايفة. أما الفريق التاني فضم المشاكس إيكاري والنابغة كوجي، وفي الفريق الثالث كان روكو المتوتر وكوينا اللي باين عليها الثقة أكتر من الكل. نايتو بلغ الفرق الثلاثة إنه هيدخل المنطقة المحظورة وراهم ب15 دقيقة عشان يديهم فرصة يهربوا، لكن شيكي قطعوا بغضب وقالوا إنه مش عايز يبقى في فريق واحد مع الواد المريب صاحب القناع ده. نايتو رد عليه بجمود وقالوا لو مش هتعرف تشتغل وسط فريق يبقى مكانك مش هنا وهتترفض فورا. فشيكي اضطر يبلع كلامه ويسكت. بدأت أماري تعرف نفسها لشيكي بمنتهى الأدب، وشيكي اللي ملوش أي تجارب سابقة مع البنات لقى قلبه بيدق بسرعة وارتبك، وبكل حماس قال لها ما تخافيش أنا هحميكي. أماري اتكسفت وقالت له إنها مش عايزة تتعب حد معاها، وكل اللي بتتمناه إنها ما تكونش عبء عليه. لما راحت تعرف نفسها الجن هو ما ادهاش أي اهتمام ولا رد عليها، فأماري اللي ثقتها في نفسها مهزوزة بدأت تعيط وتعتذر إنها اتكلمت معاه أصلا. شيكي زعق في جن لأن جرح مشاعرها وراح يطمنها وقال له ما تبوظيش وشك الحلو ده بالعياط، ورجع يستفز جين تاني، بس جين رماه بنظرة استحقار وقال له يبطل تمثيل دور البطل. نايتو فض الخناقة وقالهم يدخلوا الغابة لأن اليوم بيخلص، فاندفع جين وشيكي ومعاهم أمار وراهم. جوه الغابة جين بدأ يتنطط بين الشجر زي النينجا بمهارة خرافية، وكان كل تفكيره إنه يقتل نايتو عشان يتخرج فورا وينضم لخطوط المواجهة الأمامية ويقابل عدو اللدود تاني. وفجأة شيكي حاول يهجم عليه من ظهره عشان يثبت إنه الأقوى. جين بصله بغضب وخلع القناع،
فظهرت ندوب مخيفة ورهيبة حوالين بقه. شيكي حاول يسخر منها ويقول إن الضعافة هم اللي بيتباهوا بجروح قديمة، بس جين ما تأثرش. قلع جوانتي إيده وظهرت علامات خياطة تانية، وقطع غرزة منها وخرج دمه وحوله لمناشير دائرية مرعبة. شيكي ذهل من المنظر وقال له جين ببرود: لو خايف اهرب، ما تبعزقش وقتي. شيكي رد عليه بصلابة: لو هربت مش هعرف اخد طربوية. جين سكت لحظة وكأن الكلمة لمسته، لكن ملامحه قلبت وحشية وقال له: احنا عمرنا ما هنفهم بعض. شيكي قال له: انا اصلا مش عايز افهمك، وعض صباعه عشان يطلع دمه. بس المرة دي ما قدرش يحوله المسدس وارتبك، واضطر يمسك فرع شجرة عشان يدافع بيه عن نفسه. طبعا ما كانش فيه وجه مقارنة، جين كان بيقطع الشجر بضربة واحدة من مناشير ايده. في الوقت ده أمارة كانت بتدور عليهم بخوف، وبدأت تحس إن المكان ده مش بتاعها، لولا إنها افتكرت كلمة شيكي لما قالها إنها حلوة، فقررت تكمل تدوير عليهم، وما خدتش بالها إنها كانت على بعد خطوات من واحدة من الكور المطلوبة. في الناحية التانية شيكي كان بيحاول يضرب بإيديه بس، وجين من غير ما يستخدم قوته حتى كان بيمسح بيه الأرض بمنتهى السهولة. شيكي كان مستغرب إزاي جين متحكم في قوته كده، وفضل يسرح في طبيعة قدراتهم لحد ما جين وقعه ببوكس واحد. جين افتكره استسلم وقرر يسيبه يندب حظه، لكن شيكي واقف تاني على رجله وقال له إن القتال لسه مخلصش. جين اتغاظ ووجه منشار ناحيته، وفي اللحظة دي بالظبط ظهرت أمار في نص السكة من غير ما تاخد بالها إنها في خط النار. شيكي اتفزع وجري شالها بسرعة عشان ينقذها، وبالرغم من إنه اتصاب قدر يبعدها عن الموت المحقق. قام شيكي بسرعة من جنب أمار وزعق لجين عشان يعتذر لها، بس جين رد ببرود إنها هي اللي غلطانة لو كانت ماتت من هجوم ضعيف زي ده. الغضب شعل في عروق شيكي، بس فجأة سمع صوت أمار وهي بتهمس بكلمات اعتذار كأنها ترتيلة يائسة، ولقاها دخلت في حالة غريبة وبدأ ينزف دم بغزارة من مناخيرها. الدم بدأ يتشكل ويتحول لكيان بشري عملاق، وشيكي وجين وقفوا مذهولين كأنهم في مشهد من هجوم العمالقة. قمرت صرخت فيهم يهربوا لأن العملاقة دي هتذبحهم، وفي لمح البصر ضربت العملاقة الأرض بكل قوتها، وشيكي نجا من الضربة بإعجوبة. جين اندفع يهاجم العملاقة بمناشيره، بس ما أثرتش في جسمها الضخم. شيكي سأل قمر لو تقدر توقف المصيبة دي، فاعتذرت بضعف وهي بتقع من طولها بسبب كمية الدم اللي فقدتها. شيكي حاول يسحبها بعيد عشان ينقذها، بس اكتشف ان العملاقة بتحميها وكأن ليه إرادة وشخصية مستقلة. بدأت العملاقة تبخ دم بعنف، وفي الوقت اللي استخبى فيه جين ورا صخرة شيكي خد الهجوم كله في صدره. وشيكي رغم تعبه رفض يهرب وقال لها انه مش هيسيب حد يموت قدام عينيه تاني ابدا. انطلق زئير مرعب من العملاقة، موجته الصادمة وصلت للطلاب اللي بره الغابة، ونايتو كان مراقب كل حاجة من فوق شجرة، وقرر يسيب شيكي وجين يحاولوا يتصرفوا مع تحرر دم أماري قبل ما يتدخل. شيكي قعد يجرح في نفسه عشان يطلع دم ويستخدمه كسلاح، بس مفيش فايدة، والعملاقة بدأت تقذفه بصخور ضخمة طيرته بعيد. أكتر حاجة كانت وجع شيكي هي إحساسه بالضعف. هو اللي عمره ما خسر خناقة دلوقتي بقى مجرد عيل فاشل ملوش لازمة، فبدأ يعيط من القهر. ظهر جين تاني وقال له: لو هتقعد تعيط زي العيال روح لبيتك. شيكي رد عليه بغل إنه مش بيعيط، ده مجرد عرق من عينيه. جين ما كانش عنده وقت للمناهدة، فتح جروحه تاني وطلع نوعين مختلفين من المناشير في ايديه. رغم إصابته كان مصمم يكسب. كان مبهور بقدرة جين إنه يشكل نوعين من الأسلحة في وقت واحد، وبدأ يشرح لنفسه إن دم الأوني بيتشكل حسب الخيال، وغالبا بيتأثر بالصدمات القديمة أو الذكريات. جين هجم ببراعة وحاول يقلد حركات ليفاي أكرمان ويضرب رقبة العملاقة، بس هي ضحت بدراعها عشان تحمي نفسها. في اللحظة دي شيكي كان بيصرخ في إيده عشان تعمل أي حاجة، وسأل نفسه ليه جين بيعمل كده وأنا لأ. أدرك إن جين تركيزه كله في التقطيع، وحتى أمار عندها علاقة شخصية بالعملاقة بتاعتها، وهو أصلا بيعشق الأسلحة النارية أكتر من أي حد. وفجأة عرف السر، جين كان بيعاني قدام العملاقة اللي زقرت زئير طرطق ودانه وخلاه يفقد توازنه ويحس بالنهاية قربت. نايتو استعد يتدخل، بس شيكي ظهر فجأة وأعلم إنه هو اللي هيخلص الليلة، وجه قاذف قنابل جبار ناحية العملاقة. ونايتو ذهل من التطور ده. شيكي تفادى هجومها وأطلق قنبلة نسفت العملاقة وحولتها لفتات بيتبخر في الهواء، وفقدت أمار الوعي تماما. جين واقف مش مصدق القوة التدميرية اللي شافها، وفجأة السما بدأت تمطر دم، بس ده ما كانش مطر حقيقي، ده كان دم العملاقة من قوة انفجار شيكي. وقبل ما يستوعبه الدم اتحول لمطر عادي. جين أدرك إن ضربة شيكي ما قتلتش العملاقة بس، دي غيرت حالة الجو في الغابة كلها. أما شيكي فما فكرش في عظمة اللي عمله ولا اللحظة، وبكل تعب بدأ يزحف ناحية أمار عشان يطمن عليها، لكن فجأة الرؤية فايمت قدام عينيه، وجسمه خانته قوته ووقع على الأرض مش قادر يتحرك.
في اللحظة دي ظهر نايتو وقال له إن كمية الدم اللي نزفها وهو بيطلع القوة دي كانت مهولة، وعشان كده جسمه بقى خرعة وما فيهوش نفس. شيكي حاول يعمد القدر وقام وقف بالعافية وهو بيقول إنه لسه يقدر يكمل، بس ما قدرش يصمد 5 ثواني ووقع تاني زي الجثة الهامدة. نايتو وصفه بالهاوي اللي مش عارف يتحكم في طاقته، بس في قرارة نفسه كان عارف إن قوة شيكي دي ما شوفتش العين زيها قبل كده. حذره إن نزيف الدم الزيادة ممكن ينهي حياته، لكن شيكي وبدل ما يخاف على نفسه سأله بخوف عن أماري وطلب منه يلحقها هي الأول لأنها نزفت كتير، وقال له أنا مش مهم، المهم هي. نايتو ما كانش متوقع إن شيكي بقلبه الأبيض ده يقلق على غيره هو في الحالة دي، لكن وقبل ما يتحرك عشان يساعدهم انقض جين عليه بهجوم غادر ومفاجئ. بسرعة خيالية نايتو صد الهجوم بشمسيته ورجع جين لورا، فجين قال له ببرود سيبك من الفاشلين دول وخليك معايا. نايتو سأله باستنكار ولو البنت ماتت لأنها ما خدتش الإسعافات اللازمة، فرد جين إن ده ما يهمهوش في حاجة. نايتو حس بقرف من أنانية جين وقاله صراحة إنه بيكره اللي زيه، بس جين ما كانش فارق معاه الكلام، كل اللي سأله هو لو قتلتك هتخرج فورا؟ نايتو أكد له إن ده وعد، فاندفع جين ناحيته زي الطلقة. نايتو صد مناشير الدم بتاعت جين بشمسيته الأسطورية اللي ما بيأثرش فيها شيء، وبعدين داس على زرار طلع دخان كثيف وغطى المكان. جين افتكر إن المدرس بيحاول يخضر بيه فاستعد، بس فجأة انهمرت عليه طلقات سريعة. نايتو كان بيضرب رصاص مطاطي من شمسيته متعددة المهام، وقال لجين إن الرصاص ده مش هيموت بس هيخليه يشوف النجوم في عز الظهر، وقصد يركز ضرباته على ايد جين المصابة عشان يوجعه اكتر. جين ادرك ان نايتو بيحاول يخلي فيه مسافة بينهم لانه فاكر ان اسلحته قريبة المدى بس، فقرر يطلع خباياه. خرج من ورا الشجر وتفادى الرصاص ورمى نصال طايرة ناحية نايتو. المدرس تفاداها بسهولة بس استغرب ان جين عنده حلول للاعداء اللي بيحاربوا من بعيد. جين فضل يهاجم لحد ما ظهر ورا نايتو في الهواء وافتكر انه كده قفشه، بس نايتو رماه بقنبلة خلت جين يتفزع وطلعت في الآخر مجرد قنبلة دخان تانية. جين افتكر إن نايتو هيضرب نار من بعيد تاني، فما كانش متوقع إن المدرس يظهر ورا ظهره فجأة ويديله بوكس يكسر الضلوع. نايتو قاعد يديله درس في فنون القتال وقال له إن الثقة الزيادة في توقعاتك بتخليك صيدة سهلة. جين كان منتهي وتعبان لدرجة الموت بس لسه بيعافر، فاضطر نايتو يقلب شمسيته ويحبسه جواها كأنه في قفص. جين قاعد يخبط عشان يخرج، فنايتو سأله بسخرية انت مستعجل قوي كده عشان تروح لابوك؟ فجأة سكت جين تماما وسأله برعب انت عرفت منين؟ نايتو قال له انه قرا ملفه وعارف ان ابوه من الماموتارو. الصدمة لجمت شيكي لما عرف ان حكايتهم شبه بعض، لكن جين كان مليان غل وهو بيعترف ان ابوه من الماموتارو، والراجل ده سلب منه كل حاجة، قتل اهله وعمل عليه تجارب سابته متغطي بالندوب في كل حتة في جسمه. جين افتكر ازاي عاش على الزبالة والكره اللي مالي قلبه ناحية ابوه، وحلف انه هيقتله بايده حتى لو كلفه ده حياته. من كتر الغضب جين جات له دفعة قوة مرعبة وخلع القفص اللي حبسه من جذوره، بس قبل ما يعمل أي حاجة نايتو مسكه من وشه ورزعه في الأرض وهو بينعته بالغار الغبي. قال له لو مت وانت بتجري ورا حلمك تبقى عيل تافه مش هتحقق حاجة، عيش عشان تخلي حلمك حقيقة حتى لو اضطريت تقبل الهزيمة والذل. جين جسمه ساكن تماما ونايتو اتصل بالمدرسة يطلب الممرضة عشان عنده طالب مصاب ومحتاج علاج، وبصوت مهيب بلغ نايتو الأكاديمية إن أومار خرجت من الاختبار ده غصب عنها بسبب نزيف الدم الشديد اللي استنزف روحها. أما الجن فبقى هو كمان مقيد ومغلول اليدين ومنتهي أمره في المعركة دي.